مسا مني لكل الناس اللي بتتفرج على الحلقه. انا حسام موسى وده بودكاست جيل العتاوله. النهارده معانا ناقد رياضي من العيار التقيل، ناقد رياضي مجرد ما هنقول اسمه كل الناس هتبقى عارفه احنا بنتكلم عن مين. معانا الناقد الرياضي محمد القاضي. اهلا بك يا استاذ محمد. ازيك يا حسام، واهلا بكل الساده المشاهدين. نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. منورني والله يا استاذ قاضي. لا بنورك ان شاء الله خير. عايزين بقى نتكلم بقى برحراحه زي ما احنا متعودين مع بعض. يعني لا بس قبل التصوير حاجه وبعد التصوير حاجه وجوه التصوير حاجه. ابتدي. عايز اسالك الاول على الحدث طبعا اللي كل الناس تتكلم عنه، موضوع زيزو. عايزين نتكلم على الكواليس بتاعت زيزو، ايه اللي حصل بالظبط، وعايز اسالك بعديها كمان سؤال، ان لو انت مكان زيزو هتعمل ايه؟ بص، هو انا بصفه ان انا لعبت كوره شايف ان زيزو كان الافضل له يقعد في الزمالك ما يروحش الاهلي. هو في مقوله بتتقال وعجبتني في النقطه دي، في فرق ان انت يبقى معاك فلوس، وفي فرق ان انت يبقى معاك فلوس كتير. فانت معاك فلوس، ده طبيعي ان اي حد يدور انه يامن مستقبله ويبقى معاه فلوس وعنده بيت وعيال واسره والموضوع ده، فبالنسبه له سهل ان انت تعرف تعيش عيشه كويسه ويبقى معاك فلوس في البنك تامن بيها مستقبلك ومستقبل ولادك. لما معاك فلوس كتير، فلوس كتير دي بقى بتبوظ. فلوس كتير، لا فلوس كتير قوي بقى انت ملهاش عدد وملهاش حساب والكلام ده اللي الوضع اللي فيه زيزو دلوقتي. وهي النقطه فعلا كتير. هل زيزو في الزمالك كان بياخد فلوس قليله؟ لا، زيزو كان بياخد 30 مليون في السنه، ده اعلى عقد في مصر، مش اعلى عقد في نادي الزمالك. هو اصلا هو اعلى عقد في مصر هو رمضان صبحي. رمضان صبحي بياخد 2 مليون دولار في السنه. هو ده اعلى عقد. بنتكلم في 100 مليون تقريبا بالمصري. لا، هو لما كان مضى العقد كان ب 15، كان الدولار ب 15 ونص، فهو كان عقده حوالي 30 مليون رمضان صبحي. وده نفس عقد مين بقى؟ نفس عقد عمر جابر. يعني عمر جابر كان بياخد مليون دولار في السنه. ده بص، قفزه الاسعار اللي حصلت في مصر، الملايين الكتير قوي قوي اللي احنا بنسمع عنها دي، اللي عملها نادي بيراميدز من الاول. هو بيراميدز جاب عمر جابر من امريكا، اداله مليون دولار في السنه. كان ساعتها بياخد كام؟ يعني بلغتنا كده بقول 15 16 مليون بالمصري. فطبعا كان رقم كبير جدا على لعيب في مصر. علشان كده لما جه احمد فتحي، لو انت تفتكر احمد فتحي اول عقد يجي يجدد بعدها، سيبك من موضوع عبد الله السعيد، موضوع عبد الله السعيد بره، لانه ما كانش لسه بيراميدز، نادي بيراميدز اتعمل. اوكي. فجه اول لعيب يتقال عليه خناقه ما بين انديه في مصر وفلوس، كان احمد فتحي. احمد فتحي كان عايز كام؟ كان عايز 11 مليون، والاهلي وقف معاه من 7 ل 8 ل 9 مليون. مش هنقول الرقم بالظبط، بس هو لما راح بيراميدز خد ال 15 مليون، خد اللي هو المليون دولار. وعلشان كده احمد فتحي لما بطل في بيراميدز وقعد بيلعب، ما بيلعبش ما بيتكلمش، ودي مش نوعيه احمد فتحي في الكوره. احمد فتحي في الكوره لو ما لعبش هيعمل مصيبه. صحيح. لو ما نزلش، حتى لو هو بنص رجل، لو هو بص مش قادر يجري، لو هو هتجيب له كرسي وتقعده في الملعب مش هيقعد على الدكه. احنا طول الثلاث سنين اللي لعبهم احمد فتحي في بيراميدز، اللي هم عقده نفسه اللي هو بياخد فيهم مليون دولار في السنه، ما فتحش بقه. مع انه كان فعلا بديل تاني وتالت كمان في لا ما كانش اصلا له رقم. يعني ما كانش محطوط في اي قائمه. كل المدربين الفنيين اللي جم دربوا بيراميدز قالوا لك احنا مش عايزين احمد فتحي، مش عايزينه في الفرقه، بس ده ماضي عقد وبيراميدز اداره محترفه، فكده كده لو مشي هياخد عقده كامل، فخليه قاعد في الفرقه. وهو لعيب كبير ويعتبر من كباتن الفرقه، يعني اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه، فقعد قد ما قعد خد فلوسه. عشان كده بقول لك هنا الفلوس بتحكم. انت عايز تعمل فلوس ولا عايز تعمل فلوس كتير؟ هنا بقى نرجع لموضوع زيزو. هو هنا بقى، لا انا بضرب لك المثل ده اللي عمل قفزه في الاسعار، القفزه المهوله اللي احنا بنشوفها، ان الناس دلوقتي بقت تحسب العقد بالدولار ما بتحسبوش بالمصري. يعني انت لما تيجي تقول 15 مليون مصري رقم كبير، 30 مليون بالنسبه 30 مليون جنيه مصري ده رقم كبير جدا جدا جدا. بس لما تيجي تحسبه بالدولار هتلاقي لا، ده هو مليون دولار في الاول والاخر، 2 مليون دولار زي ما يكون. يعني سعر الدولار ساعتها احنا بنتكلم في الدولار دلوقتي 50 ف 2 مليون دولار بالنسبه لرمضان صبحي انت بتعدي ال 100 مليون، فهو رقم كبير. فليه رمضان صبحي يضحي بال 100 مليون ويجي الزمالك ياخد 30 مليون 40 مليون 50 مليون؟ لا، يبقى خليه قاعد فين؟ في بيراميدز. في بيراميدز. يروح الاهلي، يرجع الاهلي؟ لا، الاهلي مش هيديله الارقام دي اصلا لرمضان صبحي، لان رمضان صبحي متصنف من فئه ولاد النادي. اوكي. فهو ابن النادي دوت اللي هو بياخد اقل العقود بالنسبه للفئات في الاهلي. يعني الفئات في الاهلي 3، فئه ناشئين وفئه ثانيه وفئه اولى. الفئه الاولى اللي هي بنشوف فيها دلوقتي مين على اقل حاجه دلوقتي؟ الشناوي، معلول. لا، امام عاشور. اوكي. الشناوي لما جه الاهلي ما جاش فئه اولى،
بس هو دلوقتي فئه اولى، تجديده دلوقتي هيبقى فئه اولى. صحيح. يعني التجديد اللي هو اللي هيجدده دلوقتي اللي هو طالب فيه 50 و60 مليون. زي ما انت هتجيب زيزو ب 70 و80 مليون، يبقى الشناوي لازم ياخد نفس الفلوس. نتكلم فئه ثالثه اللي هو مثلا مصطفى شوبير، دي فئه ثالثه. حمزه علاء اللي هو لو نتكلم في الفئه الثالثه كريم ندفد، دي لعيبه في الفئه الثالثه. الفئه الاولى فيها حسين الشحات، حسين الشحات لما جدد فئه اولى. خلينا نتكلم لما اللعيب بيجي الاهلي ما بيبقاش فئه اولى. أوكي. الوحيد اللي اتطبق عليه الفئه الاولى هو امام عاشور مره واحده، لانه كان عنده عروض فلازم الاهلي كان يديله فلوس. حسين الشحات لما جه ما كانش فئه اولى، كان فئه ثانيه. دلوقتي لما جدد عقده التجديد الاخير له كان بقى فئه اولى، فالفئه الاولى كان ساعتها كام؟ بياخد 15 مليون. علي معلول لما جدد اللي هو التجديد الاخير فئه اولى، وسام ابو علي جاي فئه اولى لانه بياخد بالعمله الصعبه. طب زيزو دلوقتي وهو خلاص تقريبا خلص مع الاهلي، هو تقريبا ممكن يلعب في رينج كام؟ لا زيزو يلعب في رينج ال 30 مليون، وياخد بعد كده 50 مليون، من 40 ل 50 مليون عقود رعايه واعلانات. يعني انت عندك اعلانات ياسين منصور، هيعمل اعلانات للكومباوند، هيعمل اعلانات لماكدونالد، هيعمل اعلانات لكنتاكي، هيعمل مجموعه اعلانات كده تلم معاه في السنه ال 40 50 مليون الفرق. انما الرسم اللي يطلع من الاهلي 30 مليون، ومش هيطلع اكتر من كده من الاهلي. طب ما هو ده اللي كان تقريبا نفس الرقم اللي كان بيقول عليه اداره الزمالك ان هم هيدفعوا 80 مليون لزيزو. ليه بقى ساب هنا وراح هنا رغم ان هو حقق تاريخ كبير قوي مع الزمالك؟ هقول لك على حاجه، هات بس كده شويه كده. من سنه كان جاي له عرض ب 4 مليون و5 مليون دولار، وكان الزمالك هيبيعه، وكان الزمالك سهل يبيعه. انا عايز اقول لك ان جمهور الزمالك نفسه في ناس كتير كانت مؤيده بيع زيزو للخليج، يعني زيزو اللي عايز يروح الامارات يروح، عايز يروح السعوديه يروح، واحنا نستفيد ب 4 5 مليون دولار يخشوا الخزينه. ايه اللي عمل الازمه دي، الازمه الكبيره دي، وورطنا التوريطه الكبيره اللي الزمالك اتورط فيها، وان قعد زيزو ان هو يمشي ببلاش. يعني انا يبقى معايا 5 مليون دولار في ايدي وفجاه ما بقاش معايا ولا جنيه، معيش ولا جنيه، ومعيش كمان اهم لعيب في الفرقه ممدوح عباس. اوكي. بص انت عارف انا بتكلم بصراحه، بس هي المشكله انا ما بعرفش اكذب وما بعرفش اخبي. لا اتكلم بصراحه خالص، وكل ده هنشيله في المونتاج. مش مشكله. هو انت عندك موضوع ممدوح عباس موضوع كبير. ممدوح عباس بيحب زيزو وبيحب الزمالك، بس ممدوح عباس يحب الزمالك اكتر ولا زيزو اكتر؟ اوكي، ده سؤال بقى انت تجاوبني عليه. ده يحب الزمالك، ممدوح عباس يحب الزمالك. فلما جت اول جوله مفاوضات ما بين الزمالك وما بين زيزو اللي هي قبل سنه من نهايه العقد، الزمالك قال لك لا احنا مش هنقدر على الفلوس دي، احنا الحل الوحيد ان احنا ان احنا نبيع زيزو. وخلاص كان جوه مجلس الاداره قرار غير معلن وغير ملزم لاي طرف من الاطراف ان هو ان زيزو يمشي من نادي الزمالك، في اتجاه ان زيزو خلاص هنخلص معاه ويسافر الخليج. حتى بص في تهيئه يا حسام للجمهور ان زيزو مش هيبقى معانا السنه الجايه، ان احنا بندور على بدائل زيزو. حتى كان في مجموعه صفقات، احنا كنا بنسمع على مجموعه صفقات وارقام عاليه جدا جدا لمجموعه صفقات هتيجي، لان انت هتبقى راجل غني، انت معاك 5 مليون دولار. صحيح. فانت كده النادي هيبقى فيه انتعاشه قويه جدا، حتى وهتسدد الفلوس اللي عليك، واي ازمه في الفيفا هتحل فلوسها وتحل الازمه، تحل كل الازمات. 5 مليون دولار ممدوح عباس بقى قال لك ايه بقى؟ ممدوح عباس قال لك لا، موضوع زيزو ده عندي، اما انا نيجي انا وانت قاعد فالحساب بتاع القهوه ده عندي. فخلاص، فانت هتقعد تشرب اللي انت عايزه، صحيح. هتاكل اللي انت عايزه، وانا وكده في واحد هيحاسب، حتى لو الحساب ده وصل 100 جنيه زي ما 10 جنيه، كده في سبونسر هو اللي هيدعم القعده. صح. فزيزو طلب الفخفخينه، واداره الزمالك فضلت سهرانه لحد 3 بالليل تشرب في قهوه وشاي وسايبه ان ممدوح عباس هو اللي يحاسب. لا هو ما عملتش كده، اداره الزمالك سابت الموضوع اصلا لممدوح عباس وقامت من على القهوه. اوكي. سابت القصه كلها، ممدوح عباس هو اللي بيتفاوض مع زيزو، فزيزو جاب ابوه، فبقى القعده كده. فبعد كده الموضوع وصل ان ممدوح عباس حس ان هو في ابتزاز. فانت عايز اقول لك على حاجه، بس ممدوح عباس في الاول والاخر اذا كان هو راجل اعمال زملكاوي او مشجع للزمالك، فهو في الاول والاخر بيزنس مان. انا هكسب هدفع كام عشان اكسب اكيد طبعا. فانا مش هدفع فلوس وهو عارف ان الفلوس اللي هيطلعها من جيبه لزيزو مش راجعه. خلي بالك هو لا هيقرض النادي ولا هيسلف النادي ولا هيسلف زيزو، زي ما كان بيحصل قبل كده ان هو كان بيقرض النادي ويبقى معاه ورقه، ياخد بقى الفلوس ما ياخدش، لا ده الفلوس دي طالعه ومش راجعه. صحيح. فهو ابو زيزو استفزه ماشي في المفاوضات. ايوه، يعني قال له يعني ممكن يكون قاعده ما بين اتنين بيتفاوضوا مع بعض ويستفزوا بكلمه يخلي الدنيا تقلب كده. لا هو مش هو ما فيش شتيمه، هو استفز ممدوح ان انت جاي بتساومني. المفروض انا تيجي ما تفاصلنيش في 20 مليون، ما تفاصلنيش في 30 مليون، ما تفاصلنيش. امال سيادتك نفاصل في كام؟ ده 20 مليون ده رقم كبير، ده عقد لعيب. ما هو دلوقتي لما يبقى في وكيل، ما هو بص ابو زيزو عنده حق في النقطه دي، يعني النقطه دي بالذات انا اقول لك ابو زيزو عنده حق فيها. هو لو في وكيل في الصفقه هياخد عموله، اوكي، هياخد عموله هياخدها، ولو ما خدش العموله اللعيب هيتوقف.
خلي صحيح. بالك لو اشتكاه بعقود رسمي من اتحاد الكوره، صح. فايه الفرق؟ بص انا عاوز، بص اي جمهور الزمالك قلب على ابو زيزو او زعلان من زيزو عشان ابوه، يا جماعه الموضوع بسيط. هو لو جاب اي وكيل من الشارع مضاه هياخد العموله وهيديها لابو زيزو. هو ليه الناس الدغري الناس تزعل منها؟ هو الراجل صحيح. بيقول لك انا جاي اتفاوض معاك وده وكيل اعمالي خلاص. زي في اوروبا هو رامي عباس مع محمد صلاح مثلا، بيروح يقول لهم انا هاخد نسبه، ده هو نسبته قبل قبل فلوس صلاح. صحيح. وهو مأمن فلوسه قبل ما صلاح ياخد فلوسه. هي الناس بس عندها خلط ان ده ابو لا، هو زيزو، عشم. فابو زيزو يبقى ما ينفعش ياخد من بص، ابنه الشعب فلوس. المصري ده العشم دايما بيتحكم في مشاعره، فهو الناس كلها عشمانه في ابو زيزو ان هو يجي على نفسه. ما هو يا جماعه الوكيل هياخد نسبه. فالمهم خلينا بس نرجع للموضوع. انت دلوقتي ابو زيزو قال لك ايه؟ قال لك انا عايز النسبه والعموله. قال له لا، ده انت ابنه. اختلفوا، الراجل حس بالاهانه. ابو زيزو ده الراجل ممدوح عباس حاسس ان الناس دي بتبتزه. اوكي. يعني انا بحبك وبحب النادي وبحب اللعيب، بحب زيزو، فانت بتساومني على حب ليك، فانت تبتدي تسحب مني فلوس. يعني صحيح. انت بتشتغلني، يعني انت بتقرطصني، صح. فانا ادفع فلوس ليه؟ لا، منك للناس. فممدوح عباس قال لك لا، انا شايل ايدي من الموضوع ده. عايزين تقعدوا الواد ده قعدوه، عايزين تمشوه بالنص كده. عايزين تقعدوا الواد ده قعدوه، عايزين مشوه. سلم الاداره لمين؟ للجمهور. صح. فالاداره هتقدر تجدد لزيزو منين؟ لا طبعا. ما انت ضيعت علينا عقد كبير ممدوح عباس، وبعندك ضيعت علينا الواد نفسه. ففي كل الاحوال سبب الازمه، بص هو الناس ما بتتكلمش في الموضوع ده عشان الناس ما بتبحثش ورا الموضوع. ما فيش نار، ما فيش دخان من غير نار. صحيح. وما فيش نار ملهاش رماد. صحيح. حتى النار لما بتطفي ليها اثار. صح. فهو انت شلت ايدك علشان تورطنا. عشان كده لو تاخد بالك من نقطه مهمه، مش ممدوح عباس اللي ورط اداره الزمالك، هو نفس الراجل اللي طلع تويته وقال لك ده الفلوس في 4 صفقات للزمالك جايين، وفي صفقتين حكايه جايين، وانا هعمل وهسوي. طب اللي معاه فلوس يشتري لعيبه جديده كان اولى ان هو يجدد اللعيبه. صحيح. لا، مش نجم الفرقه لازم على الاقل يعني يبقى معايا في الفرقه للسنه والسنتين الثلاثه اللي جايين. لا، هو شال ايده من التجديد ومش عايز الواد، فبالتالي الواد مشي. انما زيزو في الاساس انت لو تعرف تجدد له جدد له. بس الاهانه اللي اتهانها زيزو وابوه في الاول من ممدوح عباس، ولما ممدوح عباس شال ايده من الصفقه خلت الواد يروح اوتوماتيك عندا للاهلي. ما انت دلوقتي بتعاندني. بس جزء من جمهور الزمالك يقول لك هو انت بتعاند اداره الزمالك فينا احنا كجمهور اللي كان بيحبك وعمل منك زيزو؟ يعني انت رايح تعاند، عندك مشكله مع جمهور او مع اداره الزمالك، تروح يبقى عندك مشكله معايا انا وتروح للغريم بتاع التقليدي؟ طب ما تروح عندك 6000 اوبشن، روح الخليج زي ما انت كنت عايز تروح. ممكن تروح بيراميدز على الاقل. على فكره جمهور الزمالك ممكن ما يزعلش لو هو راح بيراميدز. زي اوباما بالظبط. ما هو نفس اللي حصل، نفس الكيس بتاعه زيزو مع اوباما. ما حدش قعد معاه يجدد. سيبك من فلوسه ومش فلوسه والكلام ده، لحد اخر لحظه الواد مش عارف راسه من رجله اوباما. ففي الاخر راح مضى خد ال 15 مليون. اوكي. بس خد اللي هو عايزه. ورقم 15 مليون ان هو ياخده من بيراميدز كان ممكن ياخده من الزمالك سهل ويقعد. بس ما حدش قعد معاه، ما حدش احترمه. ما فيش نيه ان هم يقعدوا معاه. لا في النيه، وكانوا عايزين يجددوا له، بس ما حدش احترمه. بيقول لك ايه، ده ابن النادي فهنجدد له. جددنا له في شهر 6 زي ما نجدد له في شهر 9. هيروح فين؟ انما الناس كلها عندها التزامات وعندها اقساط. وفي الاول والاخر لما بتجدد يا حسام لحد لازم تديله ديبوزيت، وهو بيمضي لازم تديله 25% 30% مقدم العقد. وبعدين طول عمر الزمالك معروف ان هو ايه، عايز تاخد فلوس من الزمالك خد اكبر قدر ممكن من المقدم في المقدم عشان بقى تاخده في المحاكم. يعني هقول لك على حاجه. ميزه مرتضى منصور في الصفقات كان بيعمل ايه؟ كان يقول لك اللعيبه نازله من مكتبه باكياس زباله. ليه؟ لان هو كل لعيب واخد المقدم في ايده في كيس زباله كاش. فايه من ابرز الصفقات احكي لك على حاجه حلوه. بص انا حاضر 3 لعيبه جم منهم لعيب فوق البيعه. ماشي؟ يعني ايه لعيب فوق البيعه؟ هقول لك. بص انا مش عايز اخرج من زيزو، بس ايه، كان في خالد قمر شروه كده من اتحاد الشرطه، خالد قمر واحمد دودار ومعروف يوسف. ال3 دول جم في سنه واحده، والزمالك خد ساعتها ايه الثنائيه دوري وكاس هو وقت فيريرا. وساعتها جه باسم مرسي بمليون جنيه ببلاش الا ربع كده يعني، فوق البيعه يعني فوق الصفقات كده. اسماعيل يوسف كان بيمرن الانتاج الحربي، وفي فيرود كويس في الانتاج الحربي اسمه باسم مرسي. ده هو صحيح. كان ساعتها اسماعيل يوسف جاي مدير كوره في نادي الزمالك في موسم بيخلص مع ميدو. بص حوار كده ملعبك جوه النادي في اداره مؤقته على مجلس اداره منتخب في اواخر 2014. انت فاهم؟ في شهر 3 2014 الكلام ده. وهوب مجلس الزمالك بقى فيه محمود طاهر، ومجلس مجلس الاهلي بقى فيه محمود طاهر منتخب،
قصاد ابراهيم المعلم سقط، ومجلس الزمالك بقى فيه مرتضى منصور نجح. المهم الصفقات دي كلها داخله في بعض ومحدش عارف مين رايح فين ومين جاي منين، والفلوس دي كلها جايه منين. فاي حد يروح يمضي مع مرتضى يعمل ايه؟ ياخد كيس زباله وينزل. فالمهم انا ده هو المثل، يعني حتى لو خالد قمر او الناس دي يعني تسمعنا احنا بنقعد نضحك على الكلام ده. مين اللعيب اللي جه فوق البيعه اصلا؟ ما كانش جاي. الزمالك كان رايح يجيب خالد قمر، خناقه مع الاهلي قويه جدا جدا، صحيح، خناقه ودخل فيها نادي انبي. كان ساعتها في فلوس في انبي كتير، وكان منافس قوي جدا على الصفقات يعني. وانا هفتكر قبلها بسنه كان خاطف نادر العشري من الاهلي والزمالك، ده لعيب في نص الملعب. ايوه كان بيلعب في الاتحاد السكندري، لعب ديفندر. وكان في واد تاني كده ديفندر في نص الملعب برضه، عايز افتكر، كان بيلعب في غزل المحله. رجع لي تاني لنقطه استنى هقول لك. فجه اتفاوضوا. مين انتيم خالد قمر؟ احمد دويدار، حلو، وصاحبه في الفرقه. فالاهلي عايز احمد دويدار، والاهلي مضاه احمد دويدار، والاهلي بيتخانق على خالد قمر خناقه كبيره جدا مع الزمالك. وانت هتزود 50 نزود 50 تزود 100. بص الزمالك كل ما الاهلي بيزود الزمالك بيزود. اوكي. ودي من المرات القليله ان الزمالك يعرف يخطف صفقه من الاهلي بجد، وصفقه اللي هو فلوس قصاد فلوس، لا وقوه قصاد قوه. انت بتتكلم كمان ايه؟ لعيب كبير خالد قمر، هداف الدوري. ساعتها راح منتخب مصر مع شوقي غريب، صحيح، كاس افريقيا مع شوقي غريب، لما كان شوقي غريب ماسك مدير فني منتخب مصر في 2014. يعني كان بيلعب تصفيات كتير كمان مع لا احنا اتغلبنا الماتشات كلها مع شوقي غريب، ما كسبناش ولا ماتش ماشي. بس انت بتتكلم فرود منتخب مصر في اتحاد الشرطه، من اتحاد الشرطه، ما كانش لسه لاعب في الزمالك، ما كانش لسه لاعب في الزمالك، ولا كان لسه الكلام هيتقال ان هو هيروح الاهلي، كان لسه بيلعب في اتحاد الشرطه. لا هو كان في اتحاد الشرطه، والاهلي والزمالك بيتخانقوا عليه، بس ما كانش لعب لا في الاهلي ولا في الزمالك. صحيح. يعني لسه ما راحش حته وهو فرود منتخب مصر الاساسي. حتى انا فاكر ماتش مصر والسنغال، احنا خسرنا هنا في القاهره في التصفيات، وكان خالد قمر لعب 90 دقيقه اصلا. انا قلت لهم يا جدعان هو ده الواد مش شايف؟ قلت لهم الواد مش شايف للدرجه دي؟ ما هو يا الواد العيب في الواد، العيب في المدرب. فاكيد العيب في مين؟ في المدرب. صحيح. مش اللعيب اصلا. ده بتتكلم في هداف الدوري. صحيح. يعني ساعتها زي اسامه فيصل دلوقتي، ما هو بيلعب اساسي في المنتخب، لو مصطفى محمد مش موجود بيبقى هو المهاجم يعني الاساسي. هي الكيس قريبه ان ده فيرود بره الاهلي بره الاهلي والزمالك. صحيح. المهم فالزمالك هياخد معروف يوسف، ده لعيب كويس جدا في نص الملعب، لعيب عالي جدا واجنبي، وهياخدوا خالد قمر والكلام ده. فجه احمد دويدار كان ماضي في الاهلي، بس ما حدش بيقول له تعالى نفعل العقد. يعني طب انا هاجي اهلي امتى؟ طب انا هروح امتى؟ طب مش عارف ايه. فجه خالد قمر علشان هو جدع وراجل، فاتكلم مع مرتضى، وكان ساعتها وكيل اعمال خالد قمر محمد شيحه. اتكلم مع مستشار مرتضى، والله في كذا كذا كذا. قال لك هات الثلاثه مضوهم، ما يلا هات دويدار معانا بالمره. هاته مش هتفرق. لا ده لعيب كبير. ايوه يعني طبعا. لا وقتها دويدار من افضل اللي يعني افضل المساكين ايوه بيلعبوا في خط الظهر في مصر، وكان برضو بيروح منتخب برضو في الفتره لا دي. لعيب كبير ما بنتكلمش. بس الاهلي ما خلص مع دويدار، فراح المرتضى قال لهم تعال خد. اول بص ال 450,000 جنيه ظهروا، هو كان ماضي بمليون، خالد قمر ودويدار ومعروف يوسف. ال 450,000 ظهروا، انت قربت من حوالي 50% من قيمه العقد. عايز اقول لك ان خالد قمر لعب 3 سنين في الزمالك ما خدش ولا مليم. هو خد 450 وخلاص شكرا. هو ودويدار ومعروف يوسف، ما حدش فيهم خد فلوس تاني، ما فيش فلوس تاني. انت ممكن بقى السنه اللي بعدها مثلا ياخد 25% من المليون. يعني انت خدت 450، السنه اللي بعدها خدت 250، خدت 300، بس برضو مش تاخد عقدك للاخر. ما خدش حاجه، ما فيش. كل اللعيبه دي مداينه نادي الزمالك. يعني مش زيزو. شوف انا بقول لك اللعيب مضى وخد فلوس ولعب وجاب بطولات ومشي، ومحدش يتكلم في قصه الفلوس دي. صحيح. هي نفس الكيس بتاعت مين؟ بتاعت زيزو اللي احنا بنتكلم عليها. انت زيزو رحت عند في الاداره، انت ما عاندتش الجمهور، انت عاندت الاداره في يعني وعاندت الجمهور في شخص الاداره. ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاداره عاجلا ام اجلا هيمشوا ومش هيكملوا. لا يعني كده الاداره فاضل لها سنه، فاضل لها 2، فاضل لها 3، هيمشوا. بص انا عندي مقوله هنا في النقطه دي مهمه جدا نقولها، ان ده لعب عندنا 5 سنين في النادي ومشي. ما هو مش هيك اجدع من رضا عبعال. ما هو رضا عبعال اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي على حسب ما بيقول يعني. ماشي، هو زملكاوي عشان قعد لعب في الزمالك 5 سنين. رضا عبعال ده الزمالك جابه منين؟ من فرقه اسمها النيل الادويه. ماتش ودي الزمالك بيلعب النيل الادويه، الكابتن عصام بهيج الله يرحمه قال لك ده في لعيب في نص الملعب كويس، قصير كده وقصير ومدملك، بس لعيب كويس.
ماتش ودي خدوه مضوه، لعب افريقيا وجاب الدوري وكان نجم وسوبر ستار الزمالك في عز يعني ما الزمالك كان جامد وكده، راح مضى للاهلي بنفس الطريقه. بنفس الطريقه. في الاول والاخر بيتقال ايه على رضا عبعال؟ لعب عندنا 5 سنين ومشي. هي نفس القصه، زيزو لعب 5 سنين عندنا ومشي. ده اللي هو ابن النادي. الجمهور اللي صنعه والزمالك اللي صنعه كل اللي انت بتقول عليه ده انا موافقك عليه. بس اعلاميا كان مهيأ قوي زيزو ان هو هيبقى حاجه في النادي بعد ما يخلص وهيبقى اسطوره بعد شيكابالا. يبقى مين؟ يبقى انت شايف اسطوره مين؟ مين الاسطوره اللي هو يبقاها؟ يعني هو ممكن يبقى بعد شيكابالا هو اللي يستلم منه الرايه ويبقى هو زيزو يعني ما كانش شيكابالا بزيزو. هو الجمهور اللي كان حاطط المقارنه دي. يعني انا وجهه نظري ان زيزو لعيب كبير طبعا وكل حاجه، بس شيكابالا في حته ثانيه خالص. انت بتقول هيستلم الرايه منه، انت عايز تقارن زيزو بشيكابالا؟ هو مفيش وجه مقارنه اصلا ما بين زيزو وشيكابالا. قصدك فني ولا قصدك من ناحيه انتماء ولا قصدك ايه بالظبط؟ تاريخ. انت بتتكلم هو ايه الفرق بين السوبر ستار؟ بلاش الفرق بين النجم والاسطوره. يعني انت لما تيجي تتكلم في اساطير النادي على مر التاريخ، او عشان لو في ناس كتير اندر ايج بتتفرج علينا يعني صحيح. صغيرين صح. خلينا نتكلم اساطير النادي. لو انت حسبت مثلا نقول كابتن حماده امام، قبليه مين؟ محمد حسن حلمي زموره. دول اساطير بجد. فانت في جاب عشان تتكلم. طب ما هو يحيى الحوريه امام اللي هو كان جد حازم امام وابو حماده امام، ده كان جول نادي الزمالك. ما هو ده من الاساطير، بس ده مش ده من النجوم. من نجوم بس مش اسطوره. الاسطوره لا. طب ما هو كابتن ايمن يونس مثلا، كابتن جمال عبد الحميد، ماشي، عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك، ده سوبر ستار. دي نجوم فعلا صحيح، نجوم كبيره. بس الاسطوره حازم امام، والاسطوره حسن شحاته، والاسطوره شيكابالا، والاسطوره فاروق جعفر. صحيح. خلي بالك في فرق ما بين النجم والاسطوره. طب ما هو علي خليل كان فرود نادي الزمالك وكان مع حسن شحاته وفاروق جعفر معقدينه، وكان كل الناس بتقول عليه ان هو كان نجم النجوم علي خليل، وهو لا، ده هو هداف بالفطره. وعايز مش ما بنتكلمش هو اعلى منهم كوره ولا لا، بس دي ناس في الملعب ما بتبصلوش، صحيح، ما بتخلوش يجيب اجوان. طب ايه اللي يخلي زيزو نجم بس مش اسطوره؟ ما هو ده خد. بص، اللعيب اللي بيلعب على ضربات الجزاء ماشي، اهدافه ضربات جزاء وبيلعب بيتدارى في نص الملعب. بص، هو في حاجات فنيه كده. انت زيزو انت جاي بتلعب نمره 8، جه الزمالك لعب نمره 8 صحيح. بعد كده قال لك هنوظفك في حته ثانيه في الوينج، ده احنا هنوظفك بعد كده تلعب نمره 10. بعد كده جه عبد الله السعيد، فعبد الله السعيد هيلعب 8 و10، فهنوديك تاني للوينج. فاول ما تلاقي اللعيب دخل نص الملعب في الزحمه كده، دخل نص الملعب، ده بيتدرب زمايله. اوكي، ده بص، ده مفلس بيتدرب زمايله. بمعنى خطيره قوي دي يا استاذ. انا هقول لك على حاجه خطيره قوي. بص، ما تقعدش جرجرني في الكلام. في لعيب اسمه ايمن مشالي، ده اسمه ايمن مشالي، ده اسمه مارادونا الفلاحين. حلو. ده كان بيلعب في غزل المحله. ايمن مشالي ده يعني اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يعمل مثلا يبص للفيديو ويكتب ايمن مشالي على اليوتيوب واتفرج على واحد زي مارادونا بالظبط في الكوره. ده جه لعب عندنا سنه واحده بس في نادي الزمالك في اواخر التسعينات. لعب نمره كام؟ ده نمره 10. حلو. لعيب نمره 10 جاي نادي الزمالك، جاي مكان مين بقى؟ يلعب مكان مين؟ كابتن احمد الكاس. فانت بتقارن احمد الكاس هداف الدوري 3 مرات في الاولمبي مش في الزمالك، صحيح، واخد هداف الدوري ولعب كاس عالم، فجاي بتقارنه بايمن مشالي. صراحه بتقارن ايمن مشالي باحمد الكاس، دي مقوله ظالمه ومقارنه ظالمه بالنسبه للاثنين. الصراحه انا اشفق على ايمن مشالي فيها. ايمن مشالي ده لعيب كبير جدا، لعيب كوره كبير جدا، وكان ينفع ان هو يكون سوبر ستار نادي الزمالك. ده لما جه لعب مين اللي كان بيلعب بقى مكانه بقى؟ عشان انا بقول لك بس اللعيب امتى اللعيب يفلس. زيزو يفلس، وانا اشوفه في اوقات معينه كان مفلس لنادي الزمالك ومش مفيد في الكوره لنادي الزمالك، كان لازم يمشي ماشي. ان لعب محمد صبري. محمد صبري بيلعب هاف ليفت. انت يا صبري ايه اللي يدخلك نمره 10 تبقى جنب ايمن مشالي؟ الكوره احنا اللي الاثنين بنعمل نفس الدور، احنا الاثنين بنعمل نفس المكان في الملعب، احنا الاثنين بنقطع على بعض. زي ما الاثنين زي ما انت بتشوف الكوره كده بيلعبوا اثنين فراوده. الكوره كلها دلوقتي بتلعب فرود واحد، صح. اول ما يلعب باثنين فراوده تلاقي في مهام ايه متضاربه ما بين الاثنين فراوده. صحيح. ما انت الاثنين مش متعودين يلعبوا جنب بعض، مش متعودين يلعبوا مع بعض. زي مثلا ما كنت تشوف عبد الحليم علي وجمال حمزه اثنين فراوده، لا بتلاعب حليم علي وجمال متاخر، جمال لازم ينزل تحت شويه سكند سترايكر. صحيح، 9.5 متاخر. انما لما يلعبوا الاثنين زي بعض خلاص انت كده مش هتعرف تستفيد من الاثنين. زي ما تلعب بسيف الجزيري وناصر منسي، صحيح، الزمالك مش هيستفيد. يعني زيزو بقى كده بالمختصر المفيد، هل هيبقى مفيد للاهلي وهيلعب فعلا وهيكسر الدنيا ولا مش هيلعب؟ طيب انت تحسب على مستوى الافراد. انت اللعيب انت زيزو هتلعبه نمره 10 ولا هتلعبه وينج في الاهلي؟ وينج طبعا. طيب مين اللي بيقول طبعا؟
عشان ده مركزه الاساسي. لا، مين اللي بيقول؟ طبعا هو مين قالك ان هو مركزه الاساسي؟ احنا حكينا مع بعض ان هو لعب في كل مراكز خط النص. صحيح، لعب بس في ليه الهاف مركز رايت، بيستريح فيه. لعب في الهاف رايت، ولعب في الهاف ليفت، ولعب في 6، ولعب في 8 في الزمالك، ولعب نمره 10. لعب كل المراكز دي. الاهلي بقى يوظفه المكان اللي هو محتاجه فيه. صحيح. انت شايف الاهلي بقى محتاج انهي مركز؟ هو الاهلي بصراحه مش محتاج ولا مركز. طيب خلينا هنقول مثلا ان هو اخر فتره تالق فيها زيزو في الزمالك كان في الهاف رايت، صح؟ صحيح. طيب مين اللي بيلعب في هاف رايت في الزمالك في الاهلي حسين الشحات. وبعدين نمره 2 مين؟ طاهر محمد ممكن طاهر، صح. هم دول الاثنين اللي بيلعبوا. هل هو هنقول مثلا ان حسين الشحات معدي ال 30 سنه؟ وزيزو برضو داخل يعني ماشي معاه في نفس السكه، بس هو اصغر منه شويه. لا، زيزو لسه ما جابش ال 30. 29 داخل على 30. هتاخد منه البيك بتاعه وتاخد منه 3 سنين كمان، فهنقول يبقى هو بديل لحسين الشحات. هل تعالى في المواقف اللي حسين الشحات اتحط فيها والضغوط اللي اتحط فيها حسين الشحات مع الاهلي سواء في افريقيا او في كاس العالم للانديه، تلاقي حسين الشحات منتج بمعنى كلمه منتج، ومرتبط بجماهير الاهلي ارتباط عالي جدا. فانت هتقول جماهير الاهلي تاخد ابنها اللي هو طالع على ايدهم، ولا تاخد ابن الضره؟ بس الصفقه الجماهيريه اللي انا خدت من الغريم التقليدي، خدت منه النجم زي امام بتاعه. عاشور. صحيح. هو ليه امام عاشور لعب اساسي في الاهلي؟ علشان امام عاشور هو البيك بتاعهم كلهم. بمعنى هو امام عاشور لما جه كان في 3 في نفس مكانه، ماشي؟ اللي هم مين؟ كريم ندفد وعمرو السوليه، ومين الثالث يا حسام؟ مروان عطيه. تمام. ماشي، دول ال3. مين اللي كان بيلعب فيهم من الخواجات كلهم اللي جم الاهلي؟ مين اللي كان اساسي فيهم؟ عمرو السوليه. ومروان عطيه هو اللي ركب دلوقتي. الاساسي عمرو السوليه. أوكي. عمرو السوليه خلاص معدي ال 30، ده خلاص كبر وهيبطل، وده اخر سنه له في الاهلي. لو جددوا له سنه كمان هيجددوا له سنه تكريم. خلاص، يبقى انت لقيت ان مروان عطيه وامام عاشور دول رقم 1 و2، فخلاص فانت ركبت. فجيل بيسلم جيل يعني، ورقم 6 ورقم 8 بيسلم واحد تاني. هو الاهلي جايبينه علشان هو البرومسنج. فلو جايبين، وبعدين ده لعيب سنه صغير 24 سنه اللي هو امام عاشور. امام عاشور 24 سنه. مش جايب برضه لعيب زي زيزو 29 سنه علشان تديله 3 سنين. هو مش برومسنج، هو صفقه جماهيريه يعني. أنا لا هو ابن الاهلي ولا هو ابن الزمالك، لا هو الاسطوره في الاهلي ولا هو الاسطوره في الزمالك. دي صفقه كيد. خلاص، تعالى بقى لصفقات الكيد. كل صفقات الكيد في الاهلي والزمالك فاشله كلها. ما فيش صفقه نجحت فيها غير هي صفقه واحده اللي بوظت كل التوقعات وخلفت التوقعات كلها، وما كانتش بنفس البيج اللي احنا كنا متوقعين، هو امام عاشور. وده طبعا لظروف تانية خالص، انت جايب لعيب صغير في السن. كل الصفقات. تعالى بقى محمد صديق، طارق السعيد، ماشي؟ مين اللي استفاد؟ الاهلي ولا محمد صديق وطارق السعيد؟ هم اللي استفادوا طبعا فلوس وكملوا في شويه سنين لعبوا كوره. الاثنين دول لعبوا كاس العالم للانديه. صحيح. ماشي. الاثنين دول مش زملكاويه، الاثنين دول اهلاويه اصلا. سيبك ان هم لعبوا مع الزمالك وخدوا بطولات والكلام ده. هو طارق السعيد ومحمد صديق اهلاوي اصلا يعني؟ الاثنين من صغر اهلاوي. الاثنين اهلاويه والاثنين مش ولاد النادي اصلا. هو كده طارق السعيد الفرقه بتاعته سرحت في الاهلي، كان ناشئين اهلي طارق السعيد، وفي ضمن الفرقه بتاعته كلها مشوها. فالزمالك خد لعيبه منها لقطاع الناشئين عنده، من الفرقه اللي سرحت الاهلي، منها طارق السعيد. يعني انت عايز تقول ان طارق السعيد ومحمد صديق الاثنين اهلاويه اصلا؟ ايوه، الاثنين صحابي على فكره، والاثنين صحابي جدا 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 يعني. انا نقعد نتريق على الموضوع ده بس مش وقته. طب ده انا كده هجرك بقى لحته ان اهلاويه وزملكاويه. هنا واحد زملكاوي لعب في الاهلي وهنا واحد اهلاوي. طب خلينا الاول نقول الصفقات اللي هي نجحت وما نجحتش. اوكي ماشي. بس انا بقول لك ان الاثنين هم اللي استفادوا. الاثنين لعبوا كاس العالم للانديه، الاثنين خدوا بطولات، حطوا في السي في بتاعهم حاجه من الاهلي، انما الاهلي ما استفادش منهم، يبقى هي صفقه كيد. صحيح. والاثنين رايحين فري. تعالى بقى معتز اينو راح، كان في البيج بيج بيج في نادي الزمالك ومنتخب مصر، لدرجه ان هو كان في كاس 2006 صحيح. جابوه من على سلم الطياره يعني. صحيح. واحد قاعد في بيتهم مرحرح، حسني عبد ربه اتصاب، تعالى ده من نادي الزمالك عشان هو نجم في نادي الزمالك، تعالى ودخل سكورات وكان سنه صغير جدا وقتها، خد مكافاه البطوله. صحيح. ما لعبش ولا ماتش، صح. بس كان على الدكه كتير يعني. هو في كاس 2006 هنا في القاهره برضو لما راح للاهلي ما عملش، هو لعب جاب جون في الزمالك وجون بس مين اللي استفاد؟ هو معتز اينو. الاهلي استفاد؟ الاهلي ما استفادش. يبقى انت لو فاكر ان زيزو، بص هتقارن طارق السعيد بزيزو، طارق السعيد يكسب هداف الدوري. صحيح. خلاص.
ولعيب كبير جدا ولعيب عالي جدا ومن افضل اللعيبه اللي وسافر بره اندرلخت واحترف بره صحيح. لا وطول 3 4 سنين هو اساسي في منتخب مصر. عايز اقول لك ان الكابتن جوهر الله يرحمه ان هو يلاعب لعيب اساسي صغير في السن ويلاعب لعيب اساسي بالشكل ده زي طارق السعيد، يبقى لازم تقول ان طارق السعيد ده اسطوره، لعيب كبير جدا جدا صحيح. جدا. يبقى والاهلي ما استفادش منه. انت يا زيزو بقى تيجي اجدع من طارق السعيد لما كان في الزمالك لما يروح الاهلي؟ لا طبعا. خلينا بس ده دي يعني دي صفقات اذا كنت قلت على ايه نسميهم صفقات الكيد. دي صفقات كده، هي نفس الصفقه دي. انا مش شرط استفيد منك زي ما الاهلي بيخش في صفقات ياخدها علشان خاطر الزمالك ما استفادش منها. بقول لك ايه، حسن مصطفى واحمد حسن وحسين ياسر المحمدي، ما هو دول جم من الاهلي للزمالك والثلاثه جايين فري الحمد لله، الزمالك ما دفعش فيهم جنيه. هو الزمالك ما استفادش منهم اي استفاده. لا بس حسين ياسر يعني فوق الزمالك والزمالك فوقه برضه. طب هو فوق الزمالك، هل جاب بطوله للزمالك؟ لا ما جابش بطولات ولا واحد فيهم جاب بطولات. هل طارق السعيد ومحمد صديق واينو جابوا بطوله للاهلي؟ جابوا بطولات طبعا للاهلي بس مش هم بدراعهم يعني. جابوا بطوله، الفرقه كلها جابت بطوله. يعني انت دلوقتي لما بتتكلم على امام عاشور في الاهلي، امام عاشور ده احد الاسباب الرئيسيه ان الاهلي بيلعب بيعدي في بطولات في ادوار في افريقيا صحيح صح. والسنه اللي فاتت كان له اهداف وحاجات حاسمه جدا. عشان كده بقول لك امام عاشور صفقه ناجحه. وانا كتبت على امام عاشور عندي على الفيسبوك قبل ما يلعب اي ماتش في الاهلي، قبل ما يلعب يعني قبل ما يلبس التيشيرت رسمي، مجرد بس ان هو مضى قلت لهم ده هيبقى احسن لعيب في مصر. أوكي. حتى لما كتبت هيبقى حتى كنت بهزر على الفيس وبكتب لهم بقول لهم يا ترى بقى امام عاشور هيلبس رقم كام في الاهلي؟ فدخل خالد الغندور راح كاتب لي ايه، هيلبس رقم صالح سليم. اصلا يعني خالد الغندور علق لي في البوست. بس انا بقول لك ده حاجه وده حاجه. ما فيش بقى، ما تقوليش بقى ان طارق السعيد ومحمد صديق جابوا بطولات ولا اينو جاب بطولات. لا احمد حسن جاب للزمالك بطوله، ولا حسن مصطفى ولا حسين ياسر. حسين ياسر ادى اداء كويس عندنا في الاهلي بس مع كل الناس ما عملتش حاجه. هل تقول لي ان احمد حسن لعيب زملكاوي؟ احمد حسن اهلاوي. العميد الصقر اهلاوي مش زملكاوي. اينو اهلاوي ولا زملكاوي؟ اينو زملكاوي. اينو زملكاوي لحد دلوقتي زملكاوي ولعب في الاهلي. تعالى اما تسمع اينو في اي لقاء ولا اي حاجه بيتكلم على الاهلي ازاي عشان اينو عايز ياكل عيش من الاهلي. اوكي. يعني الاهلي ما يبطل هيعرف يشتغل في الاكاديميات وهيعرف يشتغل وهيعرف يسوق نفسه وهيعرف يطلع في الاعلام. الاهلي بص هينغنغه. انت فاهم؟ مجرد ان هو لعب في الاهلي. طب طارق السعيد ومحمد صديق ما استفادوش حاجه من الاهلي، ما اتحسبش على ده ولا على ده، ما استفادوش من الاهلي زي ما اينو مثلا استفاد. انا بقول لك الزمالك ما استفادش من حسن مصطفى، لعيب كبير ولعيب عالي جدا، هو جاي عندي في الاهلي. بس دي بص انا احيي حسين ياسر واحمد حسن وحسن مصطفى على حاجه، على باورهم ان انت بتلعب في اكبر نادي في افريقيا بالحجم الجماهيريه دي كلها وتقدر تعمل ده انت لعيب فايتر. ده لعيب الاهلي فعلا ما كانش لازم يمشيهم. اللعبه دي عندها روح عاليه جدا جدا انها تاخد تحدي جديد وتضحي بنفس اللي ضحى بيه زيزو. ما هو زيزو ضحى بجماهير الزمالك عشان يروح الاهلي صح، وهو في ايده القرار انه يقعد في الزمالك. على عكس دول ناس مجبره، حسن مصطفى ولا حسين ياسر، ان هو خلاص احنا مش هنجدد لك. ما هو احنا كده ماشيين. فهم خدوا تحدي جديد، كان ممكن يروحوا يلعبوا في اي حته هم اولاد الاهلي صحيح، فهيكملوا في الاهلي مثلا. هو ده الفرق. عشان كده بقول لك ان انت تتوقع ان هو يبقى مستفيد، ده زي ما بيتقال كده، واحد لعب عندنا 5 سنين في الزمالك هيروح يلعب في الاهلي 5 سنين في الاهلي ولا هيستفيد حاجه. هيبقى له كارير وكادر. اصل هو مش وليد سليمان ماشي ككوره قصدك؟ لا كنادي. وليد سليمان كده جاي من الجونه على بتروجيت على انبي، ما لعبش، ما عداش على الزمالك، فهو شايفين ان هو ينفع كادر اداري وينفع كادر فني، فله مستقبل في الاهلي. فليه بقى اروح الزمالك ولا اروح الكلام ده انا مستقبلي حلو. صحيح. نفس اللي حصل مع محمد شوقي. حسام البدري لما محمد شوقي جه من بره، بص حسام البدري مش عارف، مش هقول عشان المونتاج، طلع عينه ضايقه جدا. محمد شوقي ده واحد من افضل اللعيبه اللي جت نمره 6 في تاريخ مصر. ده صحيح. محمد شوقي ده اسطوره. انا شفت محمد شوقي لما كنت في 2006 و2008 و2010 مع المنتخب، وكنت في انجولا وغانا في 2008 و2010. محمد شوقي ده ياه، ده كنت تحب الكره تبقى معاه، بيقطع ويسلم وبيروح وشه للجول. لا لعيب كره ممتاز طبعا. في عز مجده، وكان 30 سنه ده ما كانش يعني، كان يلعب 3-4 سنين مستريح في الاهلي. حسام بدري ما هو بطله كوره في الاهلي ومشاه من الاهلي، وهو كان سبب احد اسباب ان هو يبطل كوره. لما راحش الزمالك ليه؟ عشان هو عارف ان انا هكمل في الاهلي وهيبقى عندي مستقبل في الاهلي. عشان هو اداره الاهلي شايفاه برومسنج. اوكي. ومع العقليه بتاعته
ما هو مش اداره الاهلي مش هتجيب اي عيل كده يعني، مم. اي لاعب عندهم اي عيل مش ابن الاهلي يعني، وجي لعب 3 4 سنين كده وينفع يبقى له مكان في الاداره، ينفع يبقى مدير كوره. صحيح. هو ليه خالد بيبو يعني بقى مدير كوره في الاهلي مع انه مش ابن الاهلي، مم. وجاي وكمان عدد سنين لعب يا حسام خالد بيبو في الاهلي قليله جدا، مش كتير. ده صحيح. لعب 3 سنين في الاهلي يعني، وبقى مدير كوره في الاهلي علشان ده جاي، وعشان هو عمل حاجه مهمه جدا. خالد بيبو الناس ما تفتكرهاش ان خالد بيبو لما مشي من الاهلي ما رضيش يروح الزمالك، والزمالك كان عرض عليه فلوس كتيره، منها كان على فكره ممدوح عباس كان موجود، وعرض على خالد بيبو فلوس زي الرز يعني بتوقيت يعني زمان. خالد بيبو نجم واقعة ال6-1 كان ممكن يروح الزمالك. ما الاهلي مشاه، انا فاهم ان الاهلي مشاه، بس الاهلي هو استغنى كان عنه خلاص، انت حر تروح الحته اللي انت عايزها، انت مش معانا السنه الجايه. زي مين؟ زي سيد عبد الحفيظ. هو ليه سيد عبد الحفيظ الناس دي؟ انا بقارن لك موضوع زيزو بالناس دي ليه؟ ما هي دي الناس اللي خدت عملت شيفت كارير في الاهلي وسابت مجال التدريب يعني. مجال اللعبه قصدك، وبعد كده اتجهت للتدريب. لا انت دلوقتي دول ما بقوش مدربين، دول خدوا كارير اداري. صحيح. ما هو لعيب الكوره لما يبطل يبقى ايه؟ يبقى مدرب. مش حاجه تانية. انت بتعمل شيفت كارير وبتخش مجال الاداره. فانا بديك الناس دي اللي اداره الاهلي عملتها. مثلا سيد عبد الحفيظ ده هقول لك، تفتكر مطربه اسمها ذكرى؟ طبعا. لو وحياتي عندك، لو ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك لا تراجع ايه؟ لا تراجع قلبك او لا تراجع نفسك، لا تراجع نفسك قبل ما يجي اليوم وتسافر. ماشي. ذكرى دي نجمه كبيره، النجمه المغربيه ذكرى. اليوم اللي اتقتلت فيه ذكرى، اللي جوزها قتلها فيه، سيد عبد الحفيظ مضى في الزمالك. سيد عبد الحفيظ اللي هو تاريخ الاهلي كله في دماغه، مضى في الزمالك مع اداره الزمالك، وكان ممدوح عباس من ضمن الناس اللي بتمول الصفقه، بتمولها. كان ساعتها كمال داروش كان رئيس نادي الزمالك، واللعيب جاي لهم، واللعيب هو اللي جاي برجله، هو اللي عارض نفسه على الزمالك. لا في ناس في وسطه في الموضوع. بس اللعيب جاي لك برجله. اوكي. مش عارض نفسه. في ناس بتقرب وجهات النظر، بس هو حسام لما جه برجله. محدش حطه في شوال. لا ما اتخطفش يعني. صحيح. وجه وقعد ومضى. طب ليه ما تفعلش العقد ده؟ ما هو ما خدش فلوس. انت ما خدتش فلوس ساعتها، ما خدش فلوس، بس مضى يوم ايه؟ انا بديك الواقع اهو بالتاريخ. يوم وفاة ذكرى، يوم اللي ذكرى اتقتلت فيه. ذكرى كانت ساكنه فين؟ في محيط الدقي والمهندسين. وهو لما مضى فين؟ في محيط الدقي والمهندسين. عشان كده احنا بلغه الصحافه احنا كتبناها كده ساعتها، ليله مقتل ذكرى. ماشي. عشان بس نوثق التاريخ. اوكي. ماشي. فبيقول لك ان هو ده. بعد كده راح الوحده السعودي، رجع في كلامه. الزمالك قال له طب تمام ماشي، مش عايز تلعب عندنا خلاص، ما هو ما خدش فلوس، ما لهاش لازمه. في الكاف في الاول والاخر عاد ما راحش اتحاد الكوره عشان يتوثق، هو راح لعب في الوحده السعودي. وبعد كده بطل اصاباته كتير، وبعد كده بقى كادر مهم في الاهلي. نفس القصه اللي حصلت مع خالد بيبو. خالد بيبو جاله الزمالك وممدوح عباس هيدوا له فلوس زي الرز. خلي بالك ده كانت صفقه قويه جدا. في الاخر خالد بيبو عمل ايه؟ رجع في كلامه في اخر لحظه وقال لك لا، اروح الزمالك ايه؟ انا كده في الاهلي. راح لعب فين؟ يعني خالد بيبو كان موافق وماشي في الاجراءات وفي المفاوضات والدنيا تمام. هو انت الموضوع بيلعب في دماغك. بص مش عايزين نلبس الناس. ماشي. مش ماشي. فالناس دي انت مفاوضات رايحه جايه. انا بقى في الاخر بنفذ ولا ما بنفذش؟ انت بتقول لي والله موبايلك ده ثمنه 10000 جنيه، فانا بقول لك انا نفسي اجيبه. فانا في الاول والاخر خلاص انا عندي القدره ان انا اجيبه، خلاص انا رايح اشتريه خلاص، بس في الاخر بقول لك لا والله عيالي اولى بال10000. اوكي. بس ففي اخر لحظه بيعقل، اخر لحظه مش بيعقل كمان، يعني عايز اقول لك لفظه اقوى كمان، يعني بيرجع لصوابه، بيفوق، بيضرب نفسه بشويه ميه. ايوه فهمت. عشان يفوق من الصدمه اللي هو او الغلطه اللي هو كان ممكن يعملها لو هي غلطه. ماشي. فهو راح لعب فين؟ راح لعب في بورسعيد. بعد كده خالد بيبو بطل صغير جدا، يعني خالد بيبو ما كانش جاب ال30 وبطل كوره. وبعد كده خد مكانه في النادي الاهلي من قطاع الناشئين لحد ما وصل انه يبقى مدير كوره في الاهلي. طب بما اننا وصلنا للسكه دي بقى، عايز اسالك عن اللعيبه الاهلاويه اللي لعبت في الزمالك واللعيبه الزملكاويه اللي لعبت في الاهلي، والكواليس دي كلها اكيد عندك. طيب هو اول واحد لازم نتكلم عليه بركات واسلام الشاطر. بركات طلع نفى وحلف بالمصحف وقال انا مش. طب هو كابتن جمال عبد الحميد اهلاوي ولا زملكاوي؟ المفروض انه كان اهلاوي وحول نفسه بقى زملكاوي لما حصل قصه الاصابه بتاعته. كابتن جمال عبد الحميد اهلاوي، بس خلاص اكل عيش من الزمالك، ركب عربيه من الزمالك، اتجوز وخلف واشترى شقه من الزمالك، بقى سوبر ستار من الزمالك، بقى كابتن منتخب مصر في كاس العالم 90 صحيح. من الزمالك،
بعد كده بطل في الزمالك، اشتغل مدرب في الزمالك، مش عايز يبقى زملكاوي؟ هو اصلا ايه؟ كان اهلاوي. هو اهلاوي مش كان يا حسام. يعني هو مازال. لا هو اهلاوي. لا بص سيبك من الالفاظ. ماشي، الكلام اللي بيحمل معنى واتنين. هو اصلا ايه؟ اهلاوي. اهلاوي دلوقتي زملكاوي. زملكاوي. يعني في حد ممكن يغير انتمائه. هو صحي. هو لما طلع من هو صغير طلع اهلاوي، لما لعب وهو ناشئ لعب في الاهلي. بس دلوقتي اكل عيشه بقى فين؟ في الزمالك. فهو مع ايه؟ طب نركن الموضوع بتاع كابتن جمال عبد الحميد، عشان جمال عبد الحميد ليه قصه ان هو فعلا حس بالاهانه من الاهلي وحس ان هو ما حدش قدره والكلام ده، فراح الزمالك. لا العكس، مالناش دعوه بظروف كل واحد. الظروف بتاثر في الانتماء اوقات وبتاثر في الافكار يعني انت ممكن، انت راجل زملكاوي ممكن تصحى من النوم عشان خاطر زيزو راح الاهلي هتبقى اهلاوي؟ لا بس لو حصل معايا موقف، لو انا شغال مثلا في قناه الزمالك حصل معايا موقف في قناه الزمالك ولقيت قناه الاهلي بترعاني، ممكن يغير، ممكن افكر يعني ممكن. وتوصل لايه اما تفكر؟ ممكن ابقى موجود في الاهلي عادي. ايوه تبقى اهلاوي. وابقى اهلاوي لو حسيت بقى منهم ان هم فعلا الناس دي عايزه يعني. تبقى انت ما عندكش مبدا بقى كده. لا دي قصه ثانيه كده انت مع هم هيجيبوك بالفلوس. لا هي مش قصه فلوس. ايوه انت ايه اللي يخليك تسيب مكانك وتغير مبدأك؟ المكان هو اللي سابني مش انا اللي سبته يا حبيبي. لما الضغوط تبقى اقوى منك، يعني الضغوط تبقى اقوى منك، ماشي، ابدا اقول لك ان انا من حقي مثلا زي ما حسام وابراهيم سابوا الاهلي والزمالك سابوا الاهلي غصب عنهم مجبرين، راحوا الزمالك مجبرين. يعني عايز اقول لك ان كل واحد فيهم كان بيجر التاني وبيجر رجل التاني عشان يروحوا الزمالك غصب عنهم علشان يثبتوا للاهلي الغلط، وهم اهلاويه. ومحدش يقدر يقول ان هم غيروا انتمائهم علشان كده. الضغوط اللي اتحطوا فيها ما غيرت لهمش انتمائهم. يعني انت عايز تقوله ان اللي بيبقى مولود اهلاوي وبيكبر وهو اهلاوي يفضل طول عمره اهلاوي، والعكس؟ ايه اللي خلينا اغير انتمائي اصلا الا لما تبقى في ضغوط صعبه؟ ما هو في ضغوط اكتر من اللي اتضغط عليها حسام وابراهيم عشان خاطر يسيبوا التاريخ اللي عملوه كله في الاهلي ويروحوا الزمالك يضيعوا تاريخهم. ايه اللي يجبرني ان انا ابقى زملكاوي؟ صحيح. ما لازم اتنين على مبدا اهلاوي. هو انا بس انما رحت لعبت في الزمالك اكل عيشي، خدت بطولات وخدت قصادها فلوس. حسام وابراهيم لعبوا في الزمالك ببلاش؟ لا، ده كان اجعص لعيب في الزمالك مين لما جم؟ خالد الغندور وحازم امام. صحيح. اجعص واحد فيهم كان بياخد كام؟ يعني 240,000 جنيه. عارف دول جم خدوا كام؟ خدوا 600,000. ده الوديعه بتاعت الزمالك اللي في البنك اتفكت علشان خاطرهم. والزمالك ده كان له وديعه. الله يرحمه كابتن محمد حسن حلمي زموره، الله يرحمه، اللي هو مؤسس فرع المهندسين اللي في الزمالك دلوقتي ده بتاع 100 عقبه، كان عامل وديعه باسم نادي الزمالك، ريحها بيصرف على الناشئين. دول فكوا الوديعه عشان يطلعوا عشان حسام ابراهيم. لحسام ابراهيم 600,000. كنت اقول العيال دي طلعوا لهم، فكوا الوديعه عشان يطلعوا يدوا لكل واحد فيهم 600,000 جنيه في ايده. انت عارف يعني ايه 1,200,000 جنيه؟ لما حازم امام اللي هو حازم امام كان جاي من ايطاليا، من اودونيزي في ايطاليا، وكابتن التاريخي نادي الزمالك اللي بيجدد لاخر مره خالد الغندور، كل واحد فيهم بياخد 240,000 جنيه. يبقى تقول لي الناس دي لعبت ببلاش؟ الناس دي بقت زملكاويه؟ الناس دي لعبت للفلوس، زي العيال اللي راحت لعبت في الاهلي وهم اهلاويه وهم زملكاويه، ونفس العيال اللي لعبت في الزمالك وهم اهلاويه. في الاول والاخر اللي حكم القصه كلها ايه؟ فلوس. بمعنى بص، حسن مصطفى ده اخويا حبيبي جدا. هو حسن مصطفى لو ما كانش هياخد من الزمالك رقم كبير اكتر من اللي كان هياخده في المصري، من اللي هياخده في الاتحاد السكندري، كان جه الزمالك. هو عايز وصلت الرساله. هو عايز يعمل لنفسه تاريخ جديد. عشان كده احمد حسن كان هيموت وياخد مع الزمالك بطوله. احمد حسن كان نفسه ياخد بطوله مع الزمالك عشان يثبت ان هو زي ما حسام وابراهيم جابوا بطولات للزمالك، انا احمد حسن عميد لاعبي العالم الصقر جبت للزمالك بطولات. بس الحظ والوقت، عشان هو لعب سنتين في الزمالك بس يعني برضه الوقت كان قليل وهو كان كبير في السن يعني في اخر ايامه، فما ساعدوش. هل هو نرجع نقول لعب وخد فلوس؟ ما لعبش ببلاش. نفس زيزو، ما هو هيروح عشان ايه؟ هو الفلوس طبعا، وهياخد اللي هو عايزه وبالزياده، وهياخد بطولات وكل حاجه. بس هو راح للاهلي مش عشان هو اهلاوي. ولما لعب في الزمالك ما لعبش في الزمالك عشان هو زملكاوي. طب هو زيزو تعرف هو اصلا في الاول كان انتمائه ايه؟ اهلاوي ولا زملكاوي قبل ما يجي الزمالك اصلا؟ هو هقول ماشي كده، هو شيكابالا اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي، ده من ناشئين الزمالك وهو طفل. ماشي، ده اسطوره، ده من اساطير النادي اللي لازم يتقال عليها اسطوره. ده بص، ما هو لو قلنا الاساطير محمد حسن حلمي، حماده امام، فاروق جعفر، حسن شحاته. صحيح. مين بقى بعدهم؟ حازم امام، شيكابالا. حازم امام، شيكابالا.
هل بقى كل الناس الاجيال اللي في النص ما يا عم بين ده بص، ده الغول يعني. ناصر ابراهيم ده كانوا بيقولوا عليه الغول، الفيرود اللي كان بيلعب جنب مين؟ جنب علي خليل، ماشي في الزمالك. الغول يعني بشوف انت يعني ما تشوفه في الملعب حاجه صعبه جدا، حاجه قويه جدا. يعني ما يتقارنش بحد يعني في الفراوده، ومش في الاساطير. انت فاهم بس قصدي. انا بقول لك شيكابالا، ما شيكابالا اتعرض عليه الاهلي اكتر من مره، صحيح. وراح قعد في الاهلي، ماشي. صحيح. ولما ممدوح عباس كلمه ودفعوا الفلوس وخد فلوس. انت هتعرف شيكابالا ده كان بياخد قبل ثوره 2011 لما كان الدولار ب5.5 وب6 جنيه، كان بياخد 8 مليون في السنه، اللي هو كان اجعص لعيب في الزمالك، بياخد 650,000 و700,000. بس هو كان بيتقال ان هو ده الفتى المدلل اللي ممدوح عباس. مين اللي كان بيدفع الفلوس؟ ممدوح عباس. ممدوح عباس، اللي هو مين اللي وقف صفقه زيزو؟ ممدوح عباس. ممدوح عباس. طيب هديك مثل تاني في تجديد طارق السعيد ومحمد صديق. كان مرتضى منصور على خلاف مع مين في 2005 الكلام ده؟ كان على خلاف كبير جدا مع ممدوح عباس، حتى ممدوح عباس يبعت عربيتين رمل يعني للنادي ان هو يساعد النادي في الانشاءات اللي بيعملها مرتضى يقول له لا مالكش دعوه. وساعتها 3 كانوا عقودهم بتنتهي، صديق وطارق السعيد ومحمد ابو العلا. ال3 كانوا كده. محمد ابو العلا الوحيد اللي مضى، والاثنين التانيين ما مضوش. مع ان ابو العلا بقى عايز اقول لك على حاجه، في اولويات الاهلي ابو العلا هو كان رقم 1. يعني انت لو الاهلي لو الاهلي قدام ابو العلا وطارق السعيد ومحمد صديق يختار منهم واحد، هيختار ابو العلا، مش هيختار حد تاني. هو ابو العلا بس، مش عايز حد تاني. جبرت هو عشان ما جابش ابو العلا جاب طارق السعيد. ال3 كانوا قاعدين في فيله مرتضى في احمد عرابي، كانت فيلا ما كانتش عماره زي دلوقتي. فقاعدين وكل محمد صديق وطارق السعيد عملوا نفسهم بيتكلموا في التليفون، نزلوا، ما هي فيلا، خدوا بعضهم ومشوا. نزلوا ما رجعوش. ابو العلا قعد ومضى. ما هو ده فرق بقى الزملكاوي من الاهلاوي. ده زملكاوي بجد، رغم ان انا عايز اقول لك على حاجه، كميه الفلوس اللي كان هياخدها ابو العلا ساعتها جدد ب 750,000 جنيه ومن غير ممدوح. مين اللي كان بيجدد للشيكابالا؟ ممدوح. مرتضى ما كانش بيجدد للشيكابالا اصلا. كل ايام مرتضى ما فيش تجديد لشيكابالا، حتى بعد ثوره يناير وبعد 30/6 ولما شيكابالا جه وقعد في النادي، وشيكابالا راح سبورتنج لشبونه ورجع والكلام ده كله، مرتضى ما كانش بيجدد لشيكابالا. تلاقي شيكابالا عقده شغال مع مرتضى اوتوماتيك، يعني ما فيش مرتضى جاب شيكابالا وقال له اقعد امضي. وقعد ما فيش الكلام ده. مين اللي كان بيدفع فلوس شيكابالا على طول؟ ممدوح. نفس الحركه دي كانت مع مين؟ كانت مع جمال حمزه. جمال حمزه هو اللي عرف شيكابالا سكه مين؟ سكه ممدوح عباس. رقم 1 عند ممدوح عباس مين؟ جمال حمزه أصلاً. يعني جمال حمزه هو كان الفتى المدلل هو اللي قبل شيكابالا. لا ده هو اللي جاب شيكابالا من الاهلي. ما هو شيكابالا لما جه الزمالك، لما جه من اوروبا، لما جه من اليونان ما كانش لاقي نادي. صحيح. وعرض نفسه على الزمالك قالوا له كبروا دماغهم منه. لا مش كبروا دماغهم، مفيش فلوس. بس في الاول والاخر كان في فلوس هتدفع بره، يعني كلام فارغ، حوالي 20,000 دولار حاجه كده يعني. كلام فارغ. فمين اللي هيشيلها في الزمالك؟ قال له ايه؟ طب ده لعيب كان هربان من عندنا، نفس حركه ميدو مثلا. لعيب هربان من عندنا وماشي، واحنا ما خدناش من وراه حق رعايه وما خدناش من وراه حاجه، فراح قعد في الاهلي. مين اللي جابه من الاهلي وخلى الزمالك مضى؟ جمال حمزه. الناس ما بتفتكرش الكلام ده، ما تعرفش الكلام ده، ان كان في برضه لازم لعيبه من الزمالك اللي موجودين جوه الفرقه كانوا يقفوا في موضوع زيزو ده ويحلوا المشاكل. يعني انت المفروض كان قصدك ان لعيبه الكبار زي شيكابالا واللعيبه اللي ما تدخلوش، المفروض يتدخلوا. لا ما تدخلوش كده بالشكل ده، ما تدخلوش كده. لعيبه الزمالك كل واحد في وادي. ما هو مين لعيبه الزمالك الكبار دلوقتي؟ شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد وعبد الشافي. لا خلاص. وعبد الشافي ما بيروحش التمرين بقاله فتره يعني. أوكي. يعني عبد الشافي لا، عبد الشافي يعتبر خارج الحسابات، مبطل بقاله سنه. وبيروح التمرين بمزاجه واتصاب كتير، وصراحه كتر خير الراجل يعني. ماشي. ال3 دول ما حدش فيهم فكر يقعد مع شيكابالا. سوري مع زيزو. ما كل واحد عايز يجدد عقده. وكل واحد كل واحد بيفكر في نفسه طبعا. كل واحد عنده موال غير زمان. ما انا بقول لك اللي جاب شيكابالا جمال وقعد وجاب له الفلوس اللي هو عايزها. عايز اقول لك ان شيكابالا ده خد فلوس من نادي الزمالك لا تعد ولا تحصى، ولا تقول لي 100 مليون ولا تقول لي 200 مليون. ده اكتر من كده بكتير. ده واحد عقده كان ايام ما كان الدولار ب6 جنيه كان عنده 8 مليون جنيه. اوكي. اللي هو ابو العلا لما جدد للزمالك، اللي هو ده ابو العلا. ماشي. وفي اجيال كتيره ما شافتش ابو العلا فعلا وهو بيلعب. ده لعيب عالي جدا. لا كان لعيب كوره عالمي، لعيب كبير.
ب 750 الف جنيه. بعد كده اللي جم بعد كده يعني الصفقات اللي جت بعد الناس دي كانوا بياخدوا 350 الف و400 الف والكلام ده، وفي لعيب جنبهم بياخد فرق رهيب قوي 8 من 8 مليون ل 350 الف. ورغم ان القاسم المشترك في كل الصفقات دي ايه؟ ممدوح عباس. اوكي فهمت قصدك. بس نتكلم في حاجه تانية. الرساله وصلت. طب خلينا نخرج فاصل ونخش الفقره اللي بعديها مع الاستاذ محمد القاضي. ورجعنا تاني مع استاذ محمد القاضي اللي منورني. بنورك. عايز اسالك بقى سؤال كده بس سريع. لو اللعيبه اللي واخده صيت دلوقتي اللي هي امام عاشور وزيزو وحسين الشحات ورامي ربيعه ودونجا، لو كانوا موجودين في جيل العتاوله اللي هو الجيل من 2004 ل 2014، واخدين صيت ليه؟ يعني إيه هم متصيطين ليه؟ الجمهور ساعات بيصيط، السوشيال ميديا ساعات بتصيط، يعني ساعات لجان كمان بتصيط. لا في حاجه كمان بقى زودها ايه؟ انت كلامك صح، بس في حاجه اللي هو ميعاد تجديد عقودهم. ميعاد تجديد العقود دايما هو اللعيب بيبقى في البيج بتاعه. فهو بيصيط، فبيبدا بقى يزق السوشيال، يزق الجمهور، يستعطف الناس، يشتغل مع الصحفيين، يشتغل مع الاعلاميين، يبدا يبقى عنده مؤسسه اعلاميه كامله عشان تسوق، متواصل مع الناس. صحيح. واحنا شعب عاطفي، فانت يعني انت نقول دول مثلا علشان فيهم تجديد عقود وفيهم انتقالات، صح؟ اوكي ماشي، قول بقى الاسامي. يعني مثلا زيزو لو كان موجود في جيل عتاوله اللي هو تقريبا من 2004 لحد 2014، ماشي، هيبقى مركزه موجود في الزمالك مثلا زي ما هو ويلعب منتخب مصر ولا لا؟ تعال نحصر المده الزمنيه، يعني نقول من 2004 لحد 2011. اوكي مفيش مشكله، خلاص لحد ما كابتن حسن شحاته ساب المنتخب، مفيش مشاكل، لان بعد كده اللي كمل مع برادلي خلاص بقى خلينا في دول. تمام، مثلا 8 سنين، حلو، 9 سنين. زيزو كان هيبقى برضه موجود في الزمالك زي ما هو، يعني موجود في الزمالك ولا موجود في المنتخب؟ الاول الزمالك، لا ما كانش يبقى ليه وجود في الزمالك. بس هو لو حسبناه على المستوى الدولي ماشي هتقارنه بركات، هو اقرب واحد لمركزه. انت ايه رايك؟ صعب الصراحه، اصل جيل عتاوله ده بالنسبه لي انا بعشقه، لا فمستحيل يبقى في مقارنه مع زيزو وبركات. لا بركات ده في حته ثانيه. سيبك من الجيل، هنقارنهم بلعيبه كوره. يعني انت الجيل ده انا متفق معاك، بس نقارن الجيل بلعيب كوره. لا بركات في حته ثانيه. هو انت اصلا ينفع المقارنه دي اصلا؟ لا ما هي هي مقارنه للاسف، هي محطوطه عشان خاطر المراكز لا واحده. انت لا ينفع اقول ان زيزو احسن من بركات؟ لا ما ينفعش، يعني لا ما ينفعش اصلا، ما مش في الحسبان. وانا برضو بالنسبه لي انا بتفق معاك، مع ان اصلا لما تيجي تقول ينفعش. الاثنين بيلعبوا في نفس المركز، الاثنين بيلعبوا بنفس الرجل، الاثنين بيلعبوا بنفس الطريقه، انت حتى الستايل بتاعهم واحد، نفس الوقفه في الملعب، صح؟ صحيح. يعني عارف احمد السقا وكلب السقا انت فاهم؟ ما ينفعش، لا ما ينفعش المقارنه. قول لعيب تاني. طب نخش في امام عاشور. امام عاشور هتقارنه بحسني عبد الرب محمد شوقي مثلا؟ دي ولا ايه ولا عايز هو نفس المراكز؟ ماشي، انت شوف انت ايه رايك. هل حسني عبد ربه ده خد احسن لعيب في كاس افريقيا 2008 صحيح، احسن لعيب في افريقيا صحيح. محمد شوقي ده لما احترف في انجلترا، محمد شوقي عايز اقول لك ان محمد شوقي ده من الناس اللي عندت الاهلي. تعرف ان محمد شوقي ده احترف في كريستال بالاس؟ هو احنا عارفين انه راح ميدلز برا؟ لا احترف في كريستال بالاس قبل ميدلز برا. انا هقول لك على حاجه بالمناسبه، هو الرياض لو بيسمعنا، هو الرياض كنت في الاهلي ماشي، فالصبح كان التمرين ده بتاع 9 الصبح، ده ايام الفحت والردم، ايام منو والجوزيه ماشي. فالمهم محمد شوقي ما جاش التمرين، فانا طبعا باخد الغياب. ده دخل، ده مش عارف، ببص بعيني في الملعب مين عشان اسال بعد كده ده جه وما جاش ليه، اصابه ولا حاجه. فقال لك ايه، فلقيت وائل الرياض طالع بقول له اقول لك ايه، هو محمد شوقي انا مش عارف محمد شوقي مش في الملعب ليه؟ محمد شوقي ده يشيلني ويشيلك يا حسام ويجري بينا، ما شاء الله عليه طبعا. يجري بينا مش يمشي، يشيلنا انا وانت بكروشنا دي كده يعني. فوائل الرياض قال لي ايه ده، هو هيكون هرب؟ قلت له هرب؟ قال لي اسكت بقى، قاضي بقى اسكت، ما تتكلمش. قلت له ما اتكلمش. رحت بقى للجهاز، لا ما جاش. رحت للكابتن احمد ناجي ربنا يديله الصحه وطولة العمر يعني، سالته قال لي ده احتمال يكون سافر انجلترا. الراجل صريح قوي محترم جدا، ما بيكدبش، بس ممكن يقول لك ما تكتبش. اوكي بس دايركت على طول يقول لك ما يكدبش. فراح قال لي ده بيقولوا سافر انجلترا. المهم قعدنا ندور بعد كده بقى كده طلع راح كريستال بالاس، احترف في كريستال بالاس. لعب ما لعبش بقى انا مش فاكر الصراحه، بس احنا كنا مهتم يعني. انا اصلا كريستال بالاس ده ما كنتش اعرف هو
يعني ما بتفرج انا بشجع توتنهام، فما اعرفوش غير ماتشه مع توتنهام، اوكي مش هشوف اكتر من كده يعني. أيوة. كريستال مش هتابع اخبار كريستال بالاس يعني، صحيح. ولا عشان خاطر محمد شوقي اصلا. فانا بقول لك، هل ينفع تقارن واحد فشل في الاحتراف وجه بعد كام شهر قال لك بطني وجعاني ورجلي وجعاني وانا مش قد ان هو يلعب في الدنمارك اللي مش متصنفه اصلا، الدوري بتاعها مش متصنف من ضمن البيج فايف لا في طبعا، أوروبا، لا عشان خاطر يجي يلعب في مصر؟ ينفع تقارن احسن لعيب في افريقيا 2008 باي لعيب تاني في الجيل ده؟ يعني امام عاشور لو كان موجود ما كانش لعب. ما كانش لعب، وكانش راح الاهلي، وما كانش حصل عليه الخناقه دي كلها. ماليش دعوه، ما كانش لعب. اقول لك على حاجه، هو احنا لما قلنا زيزو يلعب على بركات؟ لا صعب قوي. طب هل امام عاشور يلعب على حسني عبد الرب محمد شوقي؟ برضه صعب قوي، صعب قوي. انا اصلا لحد دلوقتي عالي مش مستوعب. اوكي. انا اشوف دول قاعدين على الدكه لده. طب امام عاشور كان ممكن يلعب في نادي ايه في مصر يعني في لو بيلعب الفتره في توقيتهم يلعب في الزمالك والاهلي. يعني امام عاشور يلعب زمالك واهلي بس بديل ليهم. لا على الدكه. اوكي. زي اينو. لما مش برضه نفس التوقيت جه العتاوله. صحيح. لما كان في الزمالك اساسي راح منتخب مصر. صح. لما راح الاهلي بديل. دكه. صحيح. لما بينزل. صحيح. على فكره حتى لو بديله بينزل وبيجيب اجوان، هو مش لاعب اساسي، هو مش من ضمن حسابات المدير الفني. صحيح. هو تغيير في الاول والاخر. اينو يعني طب نخش على حسين الشحات. يلعب فين؟ برضه نفس الكلام، يا اما الناحيه اليمين يا اما الناحيه الشمال. شوف بقى انت حابب تقارنه ببركات برضه ولا ممكن يبقى ايه؟ لا قارنه مثلا في جيل العتاوله. انت تتكلم بقى ده زيدان. ما هو اصلا بص، هو حسين الشحات طلعته ديفندر 8 و10، وكان باك يمين في الاول من الدخان. لا طلعته الاول، بعد كده جه في مصر المقاصه لعبوه باك رايت ايهاب جلال. انت قلت لي ان في موضوع انت كنت كاتب عن حسين الشحات زمان. من يجي ايام ما كان في الشرقيه الدخان، كان المفروض كان يروح الزمالك من حوالي 12 سنه. كنت انا مدير تحرير جورنال نجم الجماهير مع استاذ ابو المعاطي زكي. اوكي. كلنا عارفين استاذ ابو المعاطي يعني. طبعا. فكنت انا مدير تحرير الجورنال، كنت بغطي اخبار نادي الزمالك. فجالي ان لجنه التعاقدات في الزمالك في لعيب اسمه اولا. بتضحك والله، على فكره ده حقيقي، لعيب اسمه اولا بيلعب في نص الملعب ماشي، بيلعب نمره 10، بيلعب نمره 8 بتوقيت دلوقتي، هو كان بيلعب نمره 10. اوكي. بس زمان بقى ما كانش فيه 6 و8 بالتنظيم اللي احنا بنشوفه بس كان فيه اولا. بس كان فيه اولا اللي هو مين اللي هو حسين الشحات. يا حسين الشحات ده كان اسم الشهرة بتاعه اولا. هو اسمه حسين اولا. لما راح المقاصه. انت بتضحك، انا على فكره انت بتضحك ليه؟ لا اصل جديد عشان الاسم. ولا بتضحك عشان لا الاسم جديد، ده اسم الشهره على فكره. ده هو مش، انت فاكر ان حسين زعلان من الاسم؟ لا انا ما اعرفش هو زعلان ولا لا، بس يعني انا اول مره اسمع ان كان بيلعب في شهاده دخان، وشهاده دخان كان بيلعب دوري ممتاز به اصلا ساعتها. وكان لعيب كويس جدا، وقال لك في لعيب بيلعب برجله اليمين، لعيب عالي جدا 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 وكده. حتى انا رحت يوميها، هقول لك على حاجه، لما الزمالك رحت انا في وكيل لاعبين اسمه وائل فؤاد، ووكيل لاعبين تاني شريكه سعيد لطفي. اوكي. لو الناس تسمع عن الاثنين دول، واحد زملكاوي واحد اهلاوي، الاثنين دول كانوا شركاء، فهم اللي كانوا ماسكين شغل حسين الشحات وعارضينه على الزمالك. فانا رحت معاهم لماتش للشرقيه الدخان، كان ماسك الشرقيه الدخان ساعتها كابتن جمال عبد الحميد. اوكي. مدير فني. فانا رحت، هو شرقيه الدخان بيلعب هو عند ناحيه العمرانيه كده، الملعب بتاعه. رحنا اتفرجنا على الماتش ده بعربيه سعيد لطفي، حتى يعني ما كناش رايحين بعربيه حد فينا. رحنا بعربيه سعيد واتفرجنا عليه، وقلت لهم على فكره لعيب كويس وعنده كوره، بس الكوره في رجله كتير. بيمسك كوره كتير. فانا كنت بقول لهم ده بيعمل كنافه شعر. يعني دايما اللعيب اللي بيمسك كوره كتير والكوره تحت رجله كتير مش سريع في الهات والخض على طول يلاعب زمايله كده، خصوصا انه بيلعب نمره 10. فلو بدون بيعمل كنافه شعر. فقالوا لي ايه ده اسمه حسين، قلنا مفيش تحدي خالص. حسين الشحات بقى لما طلع فين الدوري الممتاز. اوكي. لما المقصه جابوا من الدخان. وهم اي ثينك كده يا رب بس الذاكره، الكلام ده بقى له 12 سنه. ان سعيد لطفي ووائل فؤاد هم اللي جابوه ودوه لايهاب جلال في المقصه. هو لعب بقى باك رايت وتالق وجاب اجوان. بعد كده لما سافر ورجع، سافر العين الاماراتي من المقصه ورجع الاهلي. هم وظفوه في الباك في الهاف ليفت، في الهاف رايت وهاف ليفت. انت بقى عايز تقارنه، انا قارنه لو هو بيلعب كده 9.5 10 مركزه الاساسي زي محمد زيدان قصدك. قول انت ايه رايك؟ انا دخت ما ينفعش. ما ينفعش نهائي يعني. مفيش لعيب في مصر جاب نفس الكواليتي بتاع محمد زيدان. صح. محمد زيدان كان كواليتي عالمي، يمكن كمان ده يمكن من اكتر اللعيبه اللي اتظلمت في مصر. الكوره بتاعته ما كانتش. طب اقول لك على حاجه، انت تعرف ان محمد زيدان ده بطل بسبب الفلوس؟ هبقى احكي لك قصه كده. محمد زيدان راح لعب في الدوري الاماراتي اتصاب، فهو عقده كان $2 مليون في السنه، فمضى سنتين.
فقعد مصاب ومش عايز يلعب لحد ما خلص عقده في الدوري الاماراتي. حتى ابو تريكه راح لعب معاه سنه بعد ثوره 2011، بعد ثوره يناير، لحد ما خلص العقد بتاعه باليوم عشان ياخد 4 مليون دولار في سنتين. ده محمد نفس زيدان. ده نفس قصه نيمار مع الهلال السعودي. يعني بص انا عايز اقول لك دي بالنسبه لمحمد زيدان، هو العقليه بس اللي اخرت زيدان كتير، ان هو كلاعب كوره مفيش حد لا يقارن مفيش بيه. زيه طبعا. طب من ضمن الاسماء برضو اللي يمكن عليها كمان قصه تجديد رامي ربيعه. ايه رايك؟ قول. عايز رامي أقارن بيه. ربيعه، ما هو احنا بنتكلم على جيل العتاوله، يعني احنا بنتكلم على وائل جمعه، بنتكلم على عبد الظاهر السقا، بنتكلم على ابراهيم سعيد، ايه ده؟ نزق شويه قدام محمود فتح الله، بنتكلم على هاني لا لا سعيد. لا 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 خلاص حرام عليك، انت اقفل على كده. انت ايه رايك انت ازاي لا بقى؟ انا جاي اخد رايك بقى انت المره بتتكلم دي. بقى، بتتكلم عمده المصريين في تركيا عبد الظاهر السقا، واحد قعد 10 سنين متتاليه بيلعب في الدوري التركي ما بين 5-6 انديه، لعيب اساسي في منتخب مصر، لعيب اساسي في الدوري التركي. الدوري التركي لا يقل يعني قوه لا دوري مهم طبعا. دوري قوي، هو مش من ضمن البيج فايف في اوروبا، بس هو عنده انديه كتير. يعني عبد الظاهر السقا لعب دوري ابطال اوروبا كتير. لا وجلطة سراي وفنائر بخشة لا لا هو وانديه بتوزع كمان لاوروبا كتير. لعب دوري ابطال اوروبا ولعب اوروبا ليج. أوكي. عبد الظاهر السقا هو بس مشكلته انه ما لعبش اهلي وزمالك في مصر، فالناس مش هتحس بتاريخه. صحيح. إنما هو كان لعيب كبير، لعيب كبير يعني. طب رامي بقى كان هيبقى فين معاهم؟ ما انا ولا كانش هيبقى هو معاهم ما ينفعش خالص؟ عبد الظاهر. خلاص تعالى ابراهيم سعيد. ابراهيم لا سعيد لا وائل لا. جمعه لا ابراهيم سعيد لا لا طبعا مفيش مقارنه اصلا بينه وبين. انت عارف انت ممكن تقارن ستارت بتاع عبد المنعم، محمد عبد المنعم بابراهيم سعيد. الستارت بتاع عبد المنعم صحيح، الطلعه بس، ما تقارنوش مستوى. لا هو مستوى ابراهيم سعيد كان في حته ثانيه، بس عبد المنعم في حته من ابراهيم سعيد يعني. الستارت الكوره بتاعته شبه قوي الكوره بتاعت ابراهيم سعيد. الستارت بتاع بص الانطلاقه بتاعت ابراهيم سعيد بتاعت عبد المنعم انا قارنها بانطلاقه ابراهيم سعيد. انطلاقه بس، كوره لا. اوكي. كوره ما فيش مقارنه بين الاثنين، ما ينفعش تقارن الاثنين ببعض. ابراهيم سعيد ده مش هيجي زيه. انا ما شفتش بعد ابراهيم يوسف الله يرحمه غير ابراهيم سعيد، الاثنين ابراهيم، شفتش حد تاني. هو ابراهيم سعيد بصراحه كانت كورته أنا غريبه غريبه وعجيبه. الله يرحمه ابراهيم يوسف، مفيش منها اتنين. الله يرحمه ابراهيم يوسف، بعد كده ابراهيم سعيد مفيش. ابراهيم سعيد كان كوير قوي، كوير زياده عن اللزوم قوي. يعني عمرك ما تشوف مساك عنده كميه المهارات دي والسرعه والقوه والرؤيه. ده كان يعني مهارات صانع العاب موجوده في مساك. ابراهيم سعيد لما راح ايفرتون راح صبغ شعره او القصه بتاعته مع ليفربول. بس دي يعني دي ثقافه كرويه هو غايبه عنه، وده مشكله مدير الاعمال. يعني انت فاهم؟ انت مدير اعمالك بينبهك لحاجات ان ده خد بالك من كذا. صحيح. ما بين ليفربول وايفرتون مالكش دعوه باللون الاحمر ده خالص. صحيح. اللون الاحمر ده ما يعديش علينا. تصبغ شعرك احمر عشان تغيظ جمهور ليفربول، فجمهورك انت اللي يتغاظ. صح. انت يعني انت عارف ان ليفربول، فانت بتغيظ جمهور ليفربول في ديربي الميرسي سايد عندك في جودسون بارك في ايفرتون، تروح تعمل كده. فالعقليات هي اللي مش يعني زمان زي ما انت بتقول ثقافه فعلا. فانت وائل جمعه ورامي ربيعه. يعني طب رامي ربيعه كان ممكن يلعب في الاهلي في الفتره بتاعت جيل العتاوله دي. يعني انت لو اقول لك على حاجه، انت لو عبد الظاهر السقا ليبرو ابراهيم سعيد، لو زمان كان مانويل جوزيه بيلعب 3-5-2 صح. عماد النحاس نفسه ما كانش بيلعب منتخب، يعني عماد النحاس وجبروته ما كانش بيلعب منتخب. لا تعالى بقى قول لي، لو انت الاهلي بيلعب بابراهيم سعيد وقدامه عبد الظاهر السقا ووائل جمعه، ماشي، يبقى استحاله كان يلعب اساسي. اوكي. يبقى يحمد ربنا ان هو بيلعب في الاهلي دلوقتي. اوكي. طيب عشان بس هو كان ليه تصريح كده يقول لك لو انت مش عاجبك كورتي ما تتفرجش عليا والكلام ده، بس يعني لا مش من حقه. اوكي. هو مش لا انا بتفرج على 90 دقيقه، هو مش من حقه يقول كده. ودي برضو ثقافه. انا بص، الكوره اقتصاد، الكوره فلوس. بمعنى لو انت مش بتلعب في الاهلي انا مش هتفرج عليك اصلا. صحيح. لو انت مش بتلعب في الاهلي انا مش هشوفك. لو انت مش بتلعب في الاهلي اصلا ما كنتش رحت منتخب مصر. انت بتروح منتخب مصر عشان انت بتلعب في الاهلي، صح، مش عشان انت لعيب كبير. صحيح. عشان الاهلي اقوى دفاع، والاهلي بيعلم لعيبته ازاي يقفوا، فلازم منتخب مصر يستفيد من المدرب اللي بيدرب الاهلي. وده لعيب بيعرف يقف، مش لازم تبقى كويس، مش لازم تبقى سوبر ستار مدافع. صح. لا ده انت بتعرف تقف. فانت عشان انت بتعرف تقف انا هزود لك مهاره تانية، هجيب لك لعيب يغطي عليك، هجيب لك بدل ما انت بتلعب 2 في النادي هنلعب ب3 في المنتخب. فهمتك. بس عشان ما يفتكرش ان هو ان هو عشان هو بيلعب في الاهلي فبيلعب في المنتخب فهيكسب المنتخب. صحيح. ده كان غير اشطر. هنخش بقى على دونجا. دونجا الزمالك.
ليه بس كده؟ لازم برضو من ده اللعيبه مصعب عليا برضو والله. انا بحب دونجا عشان تبقى عارف يعني. اصل دونجا انا متابعه من ايام ما كان في الاسيوطي، يعني قبل ما الاسيوطي يبقى بيراميدز. اوكي. كان بيدربهم كابتن ايمن المزين، وصعد بيهم دوري ممتاز. وفي 2 لعيبه، قال لي الاثنين لعيبه دول هو جابهم لي الاستوديو مع كابتن مدحت شلبي. كان الاسيوطي صعد دوري ممتاز المره الثانيه مش الاولانيه. اوكي. فانا اتصلت بكابتن ايمن قلت له انا عايز 2 لعيبه، قال لي اجيب لك احسن 2 لعيبه معايا. كنا في نفس اليوم اصلا، يعني نفس اليوم اللي صعد فيه الاسيوطي للدوري الممتاز. بعدهم مشي ايمن مزين وجي مين؟ جه علي ماهر مدير فني. فانا كلمته قال لي هجيب لك احسن 2 لعيبه. فجم طلعوا معانا في مساء الانوار في قناه اون مع كابتن مدحت شلبي. فقال لي ايه؟ قال لي ده من المحله دونجا، وده مهند لاشين. اوكي. مهند اللي هو نجم بيراميدز دلوقتي. الاثنين. فقال لي والاثنين قصيرين والاثنين. فبقول له فقلت له الاثنين دول بيلعبوا ايه؟ قال لي بيلعبوا في نص الملعب ديفندرات. قلت لهم بقى ايه ده انت جامد بقى، بتقعد تجري وتضرب وتكسير وكده وجامد. وقعدنا نهزر ونضحك معاهم وكده. كابتن ايمن مزين قال الاثنين دول هيبقوا احسن لعيبه في مصر، ودول الاثنين دول يلعبوا اهلي وزمالك مستريح، وهم بيلعبوا في الممتاز ب في الاسيوطي. ما كانش لسه في اي حاجه عنه مفيش. لما صعدوا دوري ممتاز الاثنين، اول ما صعدوا دوري ممتاز يعني لعبوا الاثنين دوري ممتاز مع الاسيوطي قبل ما يبقى بيراميدز. هم لعبوا سنه واحده بس دوري ممتاز اسيوطي. خلي بالك مع علي ماهر السنه دي اللي هم طلعوا فيها الاهلي من قبل نهائي الكاس. السنه دي الاثنين الاهلي والزمالك اتخانقوا عليهم. كانت خناقه الاهلي والزمالك. ولحد دلوقتي خلي بالك ان دونجا كل الانديه اللي لعب فيها لعب اساسي، لعب اساسي في نص الملعب، مش دعوه بمستواه. مهند لاشين كل الانديه اللي لعب فيها حتى لما راح طلائع الجيش خلي بالك كان بيلعب اساسي. بس عشان نبقى فير، قول دونجا في جيل عتاوله. انت نفس برضو الكلام محمد شوقي، حسن مصطفى. فين يا عم حسن مصطفى؟ لا طبعا ما يلعبش على حسن مصطفى كمان، ما يبقاش ليه وجود حتى كمان في الزمالك. مكان مين في الزمالك؟ لا يلعب في الزمالك. جيل بتاع الزمالك بقى تامر عبد الحميد دونجا الاصلي. لا ما يلعبش عليه طبعا. علاء عبد الغني يعني مقارب لعلاء. مقارب لعلاء. بس انت لو عتاوله كده ارجع ورا سيكا كده يعني. ما هو في اتنين على فكره تامر عبد الحميد كان بيلعب ديفندر لوحده، بس انا عارف كان بيلعب جنبيه 2 بقى حلوين كده. كانوا لما يحبوا اوتوفيستر ولا المدرب اللي بعديه كبرار يحبوا يلعبوا ويامنوا نص الملعب، كان بيلعب محمد كمونه وبيلعب محمد ابو العلا او طارق السعيد ديفندر تاني زياده في نص الملعب. ولا يلعب على ده ولا على ده، لا على كمونه ولا على تامر عبد الحميد. محمد كمونه ده لعيب حكايه. ده محمد كمونه ده نبقى نحكي مره انا وانت، بس مش النهارده يعني، على لعيبه رفضت تلعب في الاهلي وراحت الزمالك، ولعيبه رفضت تلعب في الزمالك وراحت الاهلي بالانتماء. طب في النهايه بقى كده عايزك تعمل لي تشكيله من اللعيبه الاندر ريتد اللي ما خدوش حقهم في جيل العتاوله. تشكيله كده 11 لعيب. ماشي. محمد العقباوي جون مقاولين العرب. على فكره العقباوي ده مضى في الزمالك. اوكي. ورجع بعد كده كان كابتن حلمي طولان اللي مضاه، وبعد ما مضى في الزمالك واستلم اللبس والكلام ده رجع قطع العقود ومشي. ماشي. على فكره انا خدت منه التيشيرت والبنطلون، عداهم عليا تحت البيت وساكن جنبي، عداهم عليا تحت البيت قال لي خدهم انا مش عايز حد يشوفهم عندي. تاني يوم الخبر انا كتبته. تمام. اصلا محمد العقباوي. نقول باك رايت عادل فتحي، باك ليفت عادل فتحي انبي. اوكي. باك ليفت عمرو الحلواني. كل الانديه اللي لعب فيها عمرو الحلواني. 2 مساكين عمرو الدسوقي. تمام. واحنا قلنا مين فكرني؟ عمرو الدسوقي وعمرو فهيم. حلو قوي. 2 ديفندرات لو هنقول 4 يعني على خط واحد مع اختلاف المراكز، بس احنا قلنا هنلعب 4-4-2. حلو. ماشي. محمود عبد الحكيم. محمود عبد الحكيم بتروجيت ومصري. تمام. محمود عبد هاني عبد الله انبي. حلو. احمد شعبان بتروجيت. ممتاز. ماشي. ده هو افنى حياته في بتروجيت. يوسف حمدي اتحاد سكندري. نلعب 2 فراوده، ايهاب المصري وصلاح امين. ايهاب المصري نسخه المقاولين العرب ونسخه المصري. اوكي. مش نسخه سموحه. ماشي. اوكي. ايهاب المصري. صلاح امين نسخه طلائع الجيش ونسخه طلائع الجيش ونسخه طلائع الجيش. كان رهيب. كان يعني حتى مع الانتاج الحربي كمان كان رهيب. انا بحب في صلاح. بص صلاح امين ده من احسن الفراوده هو وايهاب المصري بصراحه. الفراوده اللي ما لعبوش اهلي وزمالك، ولو لعبوا اهلي وزمالك الاثنين دول بالذات كانوا عايز اقول لك ان نجوميتهم كانت عدت نجوميه لعيبه لعبت في الاهلي والزمالك ومنتخب مصر بمراحل. وممكن اعد لك اسامي كانوا يلعبوا عليهم ويلعبوا اساسيين ويكسروا الدنيا. بس دول احسن. لو قلنا المدير الفني ممكن يكون مين دلوقتي بقى يقود المجموعه دي دلوقتي ولا يقودهم ساعتها؟ مش هتفرق، بس هو هيقودهم في الدوري بتاع دلوقتي.
ممكن يبقى المركز بتاعهم ايه؟ دول آه. ينافسوا اهلي وزمالك، دول زي بيراميدز، اوكي. يعني فرق عندها كوره، لعيبه كوره قوي لا يعني. انت اخترت كلهم كويره فعلا. لعيبه عندها كوره، بس اقول لك المدير الفني بتاعهم هيثم شعبان، اوكي. ده الوحيد اللي طلع منهم كوره ويخلوهم يلعبوا افريقيا مستريح. نورتني يا استاذ قاضي. لا شرف ليا والله يا حسام، واستمتعت معاك. احنا اتفقنا نقعد ساعه، قعدنا ساعه الا 10. نورتني والله، وكانت حلقه جميله والله. شرف ليا يا حسام، ودايما موفق وبالتوفيق ان شاء الله. بشكركم جدا، ويا ريت بقى كل اللي اتفرج على الحلقه لو عجبتكم يعني الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها بقى، لايك وسبسكرايب، يعني روشوا الحلقه. يلا مع السلامه.